بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في سلسله علاج خشونه المفاصل. وصلنا النهارده الى العلاج اللي هو اهم سؤال بتسال عليه كل يوم: يا دكتور، هل ركبه الخشونه ليه علاج؟ ما خلاص اللي اتكسر ما بيتصلحش، او اللي باظ ما بيرجعش. بعض الناس تقول الكلام ده كتير يعني. انا قلت لكم قبل كده اكتشاف المبكر للمرض فعلا بيعالج الخشونه. انا اذكر عيانه أنا بعالجها، هي دلوقتي عندها حوالي 97 سنه. العيانه دي بعالجها بالظبط من 17 سنه من خشونه الركبه. السنة اللي فاتت كان عندها كورونا، وقلنا بالصدفة نعمل اكس راي كده على الركبتين يعني اطمن اشوف الاشعة وصلت لغاية فين. الحمد لله لسه بتتحرك حتى الآن. كانت الخشونة من الدرجة الثالثة، وكانت الأشعة حتى أنا عرضتها لبعض الزملاء في أحد المؤتمرات الطبية، وكانوا مبهورين جدا بالصورة وإزاي المنظر بتاع الخشونة ده في الشكل ده، وإن الركبة كويسة جدا حتى الآن عم بتتحرك وبتاع. لان احنا كنا اكتشفنا المرض يعني كانت جات لنا مثلا في المرحله الثانيه، وان هي مشت على البروتوكول اللي احنا عملناه لها، وكانت سامعه الكلام كويس جدا، وكانت خايفه على نفسها، ودي كانت حاجه كويسه. هو ده يعني يا جماعه، خاف على نفسك، خاف على نفسك، ما تسيبش نفسك. الاهمال في الموضوع الخشونه ده اهمال فظيع. لا، الخشونه ليها علاج، الخشونه ليها علاج، الخشونه ليها علاج 200%. بس طبعا اذا اتحكمنا في كل العوامل على قد ما نقدر، هنقدر نعالج الخشونه ونكمل علاج المره الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.